أجرى ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي عملية جراحية ناجحة في عظام الوجه بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض بمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب. وقال المنتخب السعودي في بيان عبر حسابه على تويتر إنه بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني خضع ظهر اليوم العملية للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، وتم إجراء عملية جراحية لعظام الوجه. يذكر أن ياسر الشهراني أجرى عملية أولى في البنكرياس يوم الأربعاء الماضي وتكللت العملية بالنجاح. هذا وروجت مواقع مشبوهة خارجية ومغمورة أنباء مزيفة بشأن إصابة ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي الذي تعرض لها خلال مباراة الأرجنتين، وخرجت تلك المواقع المشبوهة بتصريحات منسوبة لطبيب المنتخب السعودي تفيد بانتهاء مسيرة ياسر الشهراني داخل الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت به في الجولة الأولى من عمر منافسات كأس العالم المقامة حاليا في قطر. وبعد البحث والتقصي تأكد أن ما يتم تداوله مجرد أخبار مزيفة يتم نشرها من مواقع غير مهنية للحصول على زيارات وتحقيق عائد إعلاني عن طريق نشر أخبار مفبركة. ولم يصدر أي بيان رسمي من ياسر الشهراني أو وزارة الرياضة أو نادي الهلال حول مدى تأثير الإصابة التي تعرض لها اللاعب على مسيرته الكروية.